بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في عائلتنا نسايم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نشارك معكم زوج وصفات بعجينة واحدة، والفكرة هذه صراحة طلبتوها مني. هي حلوة تكون بشكلين، هذيك هي يكون شوية تنوع في حلويات العيد. تابعوا الفيديو للأخير باش تشوفوا كامل الخطوات اللي راح نجربها معكم، خاصة عجينة الصابلي راح تكون بالمقادير مضبوطة. بالنسبة لي راح يبدو مشاريع حلويات في هذا العيد. نبداو بسم الله. مقادير هذه عجينه عطاتني 35 حبه، 20 حبه تاع سنيكرز و15 تاع شكل مدور. عندي بيضه وصفار بيضه. المقادير كامل راح تلقوهم في صندوق الوصف، ودرتهم لكم بالملعقه باش تسهل عليكم. 6 ملعقه كبار من الزيت، عطر السنيكرز، دقيق الابيض مع نصف ملعقه صغيره من خميره الحلويات باش نلموا عجينه. عندي زبده 250 غرام تكون بدرجه حراره الغرفه، 6 ملعقه كبار من السكر رطب، و2 ملعقه كبار من مايزينا، وايضا 2 ملعقه كبار من كاكاو. راح نبدا نخلط الزبده طريه، نضيف عليها الزيت والسكر الرطب وعطر السنيكرز، وضفت عليها كاكاو، وراح نخلط بالباتير حتى نتحصل على خليط كريمي. هنا تقدروا ما تخدموش بالباتير، تخدموا غير بالفوي ولا بيديكم. بعدها راح نضيف البيض ونواصل الخلط، وراح نضيف النواشف، نضيف المايزينا، وهنا الفارينه راح نضيف تدريجيا باش نلم العجينه. ايضا ربع ملعقه صغيره من خميره الحلويات، جمعتها حتى تحصل على عجينه اللي تكون طريه وتساعدني انني نسرحها. جبت كره من العجينه وراح نبسطها فوق بلاستيك، راح نبسطها بالحلال. هنا السمك يكون متوسط ماشي رقيق بزاف. كما تعرفوا ما درناش خميره حلويات بزاف، لذلك حبه تاع صابلي ما راح تجي غليظه، راح تجي في الحجم المتوسط. بعدها راح نطبع بهذا مستطيل، وهنا كطريقه انا نطبع كامل الحبات، بعدها نغلف البلاستيك ونعاود نقلبهم كما كنت تشوفوا تنحى لي الحبه بسهوله. طبعا ثاني الشكل الثاني دوائر، وبعدها نستفه وندخل الصابلي تاعي طيب. بالنسبه لوصفه الكاناج اللي راح نشاركها معكم تصلح لكامل انواع الحلويات. فيها 100 غرام زبده مع 120 غرام من شوكولا، ومن احسن تستخدموا شوكولا سوداء. راح ندوبهم فوق حمام مائي، ونضيف عليهم 150 غرام من شوكولا ليطالي، وهنا استخدموا اي نوعيه، انا استخدمت اوبتيلا. نخلط مليح حتى ينسجموا المكونات مع بعض، ونغلف عليهم بلاستيك غذائي، نخليهم انا فقط في درجه حراره الغرفه. وراح نوريكم قوامها بعد ما تماسك الخليط، تجي خفيفه وطريه. بالنسبه للتزيين وايضا حشوه تاع الصابلي، راح نستخدم هذه كريمه فستق روفيا، راح نفتحها امامكم باش تشوفوا القوام تاعها. بالنسبه للحشوه تاع الصابلي مدور، عندي كميه من قطايف محمصين، راح نضيف عليهم هذه كريمه الفستق ونبقى نجمع. تقدروا ايضا تبدلوا في هذه الحشوه وديروا غير القطايف مع الكراميل اذا ما بغيتوش ديروا كريمه الفستق. والحشوه راح نبسطها فوق بلاستيك غذائي، هنا من الاحسن تدهنوا بالزيت، انا ما دهنتهاش بالزيت بقات تلصق لي. وبعدها نطبعها بالمول الدائري اللي طبعت به الصابلي. نحط الحشو مباشرة فوق حبة الصابلي ونبدأ نعدل فيه، بعدها نحط حبة ثانية ونغلق عليه، وهنا نعدل الجوانب. بالنسبة للشكل الثاني تاع سنيكرز، بين حبة وحبة راح ندير هذا الكاناج تاع الشوكولا، ونغلق على الحبة، ونحي كامل هذوك الزوائد اللي في الأطراف. كما قلت لكم هذا كاناج يجي طري، وتقدروا أيضا تزينوا به كامل أنواع الحلويات. وكما معروف التزيين تاع سنيكرز نديروا الكراميل من فوق. انا راح ندير هذه كريمه الفستق، وزين من فوق بقطع تاع جوز. هنا تقدروا ديروا الكاوكاو، ولا تقدروا ايضا ديروا اللوز. راح نقلاصي الحلوى تاع سنيكرز بالشوكولا بالحليب، ذوبتها فوق حمام مائي، وضفت لها 2 ملعقه كبار من الزيت باش تجي فيه هذيك اللمعه. وبعدها نحطهم فوق ورق الزبده، وغير تنشف لي حلوى حندير لها خطوط من فوق بالشوكولا. بالنسبه للصابلي الدائري راح نزينه بهادو ليمون اللي فيهم عيد مبارك. حنضيف كميه من الشوكولا، بعدها نبقى نعدل فيهم باش تخرج لي هذيك الرسمه، وبعدها نلصقها فوق حبه تاع الصابلي بالقليل من الشوكولا. نقسم امامكم حلوه تاع سنيكرز باش تشوفوا كي جات. وبالنسبه للصابلي بالشكل دائري، هذاك الحشو يجي مقرمش في الوسط. ونتمنى عجبكم اقتراح لوصفه العيد بعجينه واحده. هي ننوع شويه في الاشكال، واذا عجبتكم الوصفه خلوا لي جيم ورايكم في خانه التعليقات، واللي تجرب الوصفه تشاركنا صوره على مجموعتنا على فيسبوك وانستغرام. ايضا ما تنسوش تفعلوا الجرس ليصلكم جديد وصفاتي. نلقاكم في الفيديو الجاي مع وصفه جديده. مع السلامه.